أنا هاخدكم معايا في جولة، وآخرها هنروح نشتري حاجات لذيذة مثلا آيس كريم وشوية حاجات كده. فالأول بتتفاجئ إن كل المباني كده بالمنظر ده، تمام، وفي شوية مباني قليلة كده. هاخدكم في كل حتة سياحية هنا، بحيث برضو ان انتم لما تيجوا او حتى تشوفوها كده من على النت او تكرروا تروحوا. ايه اللي انا بقوله؟ يعني قصدي يعني انه لو انتوا قررتوا تزوروا بلد تحطوا في حسابانكم دي او تبعدوها بسبب الفيديو، فاهمين؟ ديت لو شفتوا في الباب بتلاقوا بصوا عرايس. هنا تحس ان الحتة دي بالذات يعني هي عاملة شبه بصرف النظر ان انا هموت واروح من هنا لهنا، بس معرفش هل ديت للناس عادي ولا العربيات، ان الحتة دي عاملة شبه اسطنبول، بس الحتة دي عاملة شبه ايطاليا، والحتة ديت نفس النظام اسطنبول ايطاليا. هنا الباخرات ديت انا ما شفتش فيها حد من ساعة ما جيت اول امبارح. لا دي ولا دي. المدينة اخدة ميكس من كل حاجة. يعني ايه ده؟ لما انت بتدخل جوه المدينة بتلاقي ان في تاور شبه باريس شوية، وبلس ان انا كمان روحت المتحف ده كان فيه ايه بقى؟ تخيلوا، كان فيه حاجات افريقية، حاجات هندية، حاجات صينية، فهم اخدين كل حاجة حاطينها في المتحف ده. بلس ان المدينة نفسها هي تخليك انك ما تعوزش تروح في اي حتة تانية. مثلا انا ايه اللي هيخليني اروح ايطاليا مع ان هي المنظر بتاعها اهوت؟ ايه اللي هيخليني اروح اسطنبول مع ان هي المنظر بتاعها اهوت؟ فاهمين؟ يعني دي حاجة جامدة جدا. هو طبعا الناس تعبوا في ان هم يعملوا ديزاين يناسب كل الاذواق. انا من وجهة نظري ان ديت جامد جدا. عربيات ازاي؟ واحد طابور هيزعقولي دلوقتي. خلاص المدينة تحس ان هي عبارة عن قلع. ليه؟ بعدين لما حد بيجي بيشرح بيقول الحتة دي كانت قلعة، لكن دلوقتي هي مكان للايفنتات. تقريبا هم هنا الحصن بتاع البلد زمان. نبصم حتى الارض معمولة ازاي.
لا البتاعة دي وحشة، بتفكرني بايه البتاعة دي؟ لا البيت دوت زيرو. يعني لا ده الاصفر ده حلو تمام. طول ما انت ماشي كده بتلاقي ان في حاجات في الارض، والحاجة ديت يعني محفورة ومقفولة. تمام، ايه محفورة ومقفولة؟ يعني في حفرة باينة في الارض، لكن هي حاطين عليها حديد مثلا قافلينها. عالم ايه ده يا جماعة؟ بصراحة الحتة دي متعبة ان الواحد يمشي فيها، اتكعبلت 15,000 مرة. ايه ده؟ You go, Margarita. جماعة البتاع اللي انا كنت لسه فيها ديت بيقولوا ان هي مصنوعة بشكل ان انت ما تقدرش ابدا انك تقف 3 ثواني على بعض عادي. اكيد شو ما انتوا شفتوني. المكان ده جامد مريح. هنا في رحلات كتير، يعني شبه اللي انتوا شايفينهم ورا دول، مدرسة هاي سكول، ثانوية. ندخل على شارع تاني. والله العربيات هنا مش جامدين قوي بصراحة. يعني انا شفت عربية طويلة اللي هي العربية الطويلة دي اللي مش عارفة اسمها ايه، اللي هي بتبقى كده. تمام، شفتها في دولة ثانية، لكن هنا عربيات مش غنية قوي يعني. قربنا على الايس كريم. اتمنى ان الفيديو يقعد لحد ما اروح. جماعة تقريبا مش هو ده بتاع الايس كريم الحلو. تعالوا بس نشوف التوك توك ده. صح، ما قلتلكمش. في شباب ما انتوا شايفين كده البنات بتاع توك توك جدا يعني. بتسوق بيشتغلوا سواقين بنات. تحسوا من الفروج دوت مصنوع من الذهب. هنا بقى احنا تقريبا وصلنا اخيرا للايس كريم. هخليكم تاكلوا معايا. حاسه اني داخله مكتب، مش داخله مكان للايس كريمات. جماعة لازم اوثق اللحظة معاكم. بصورلكوا رجلي دي انا. لا كده احنا داخلين مقبرة. Go straight. Yeah. You guys, and take a seat. So 3 groups of 4 and 1 group of 4. Okay. So انا مش عارفة اختار ايه.
تعالوا ندوق مع بعض ايس كريم غريب. معلش يا جماعة أنا أكلته قبل ما أوريكم بس it's okay. تعالوا. Like we were with friends and I was kind of, and we did it. I will do the same. Or I can do this. Yes, but we did مع دي كريم شانتيه عادي طعمها عادي. And then the glass, no. I will not risk it. لكن المانجا فيها شوية ليمون. هي شوية فيها حاجة لازعة كده. هي تقييمي على شكلها هي جامدة. They should have done it the other way around. ممكن أديها 6/10. The workshop price. يا جماعة أنا كده أديها عشان But it's nice, أنا بحب الحركات. حبيت اوريكم المكان بتاع الايس كريم اللي احنا بناكل فيه. Still on the stage. Still on the stage, sir. Oh my god. Do you like that? Just. No, yeah, not worry. نطلع. This one. It's like a mother. I don't know. I'm a simple guy. If I see an avion, I work.